بصوا، انا دايما بشوف ان سر طعامة البيتزا او سر نجاحها مش في العجينة خالص زي ما الناس بتقول، في الصلصة يا جماعة. لو الصلصة بتاعت البيتزا مخدومة صح ومعمولة فعلا بطريقة بيرفكت، هيطلع معاكي طعم البيتزا يجنن. هنعمل مع بعض النهاردة البيتزا بطريقة سهلة جدا، واقول لكم ازاي تعملي الصلصة باحترافية بالشكل ده. اول حاجة هنعمل العجين بتاعنا. كوبايتين من الدقيق، تقدري طبعا تضافي المقدار. 3 معالق كبار من الحليب البودرة. رشة صغيرة من الملح. معلقة كمان من السكر كبيرة، وزيهم من الخميرة الفورية. هنقلب كويس جدا المكونات الجافة دي مع بعض. ربع كوباية بقى من زيت الذرة. وهنعمل بقى او هنعجن بمية دافية ايدي تتحملها زي ما انتوا شايفين كده. حطيت صباعي حسيت انها ايدي قادرة تتحملها، لانها لو سخنة هتقتل الخميرة معانا خالص. هنبدأ نعجن بقى ونلم العجين بتاعنا كويس جدا. المقدار ده يعمل بيتزتين وسط او بيتزاية كبيرة. تمام كده. تقدري طبعا تضافي المقدار زي ما انت عايزة. هنعجن كويس جدا، عايزين العجينه ما تكونش بتلزق خالص وتكون متماسكه بالشكل ده. هسيبها بقى واغطيها، عشان طبعا جو الشتاء هقول لكم على تركايه كده. بسخن الفرن 5 دقايق واطفيه واشغل اللمبه بتاعته. تمام كده. وبسيبها بقى تختمر. معلقه من الزيت وعليهم بصلايه مفرومه ناعم كويس جدا، ومعلقه من الصلصه. فلفل اسود بقى وزعتر. وكمان بصل بودره وتوم بودره. ونقلب الكلام الجامد ده كله مع بعض. معلقتين من الميه لو انتي حابه تاخد وتدي مع نفسها كده. الصلصه كده معانا جاهزه. ظبطنا طبعا الملح بتاعنا وبكده معانا الصلصه جاهزه. الصلصه بقى دي حكايه خطيره. هي دي اللي هتنجح معانا البيتزا. صلصه البيتزا من الحاجات السهله والبسيطه، بس مش الكل بيعرف يطلعها صح. عايزين نحضر بقى المكونات بتاعتنا. حضرنا الجبنه الموتزاريلا. طبعا بتطلعيها من الفريزر او التلاجة قبلها بفتره عشان تعرف تمط معاكي. تمام كده. والصلصه تكون بارده تماما، متحطهاش على العجين وهي سخنه. وكمان شرايح من الزيتون الاسود او الاخضر زي كده. وشرايح من الفلفل الرومي. والحشو بقى بتاعك انتي، انا هعملها بالجبن كده وهعملها بالمشروم. تقدري تحطي اي حشو مناسبه ليكي. ممكن تونه، ممكن لحمه مفرومه، ممكن بالفراخ، اللي انتي عايزاه. تمام كده. العجينه بتاعتنا اختمرت وبقت ما شاء الله تحفه. هبتدي ان انا افضي منها العجين وابتدي ان انا افردها. هتتفرد معايا بكل سهوله. زي ما قلت لكم العجينه دي بتعمل 2 وسط او واحده كبيره. تمام كده. شايفين لينه ازاي؟ بتتفرد بكل سهوله معاكي. بالنشابه بقى هتبداي ان انتي تفرديها او بايدك، هتلاقيها سلسه جدا معاكي. الصينيه مدهونه كويس جدا بالزيت، وبعد كده بنحط العجينه بتاعتنا. بعمل لها حواف من الجنب كده شويه، وببتدي ان انا اخرمها بصوابعي او بالشوكه زي ما انتوا شايفين، عشان ما تقبش معانا. تمام كده. بحط شويه بقى من الصلصه على حسب ما البيتزا بتاعتي تاخد. شايفين الصلصه تحفه وريحتها تجنن. طبقه بقى من الموتزاريلا، وانزلي بقى باي حاجه عندك. المتوفر عندك هتحطيه في البيتزا بتاعتك. الحشو ده بتاعك انتي طبعا، وعلى حسب اللي موجود عندك. عملت معاكم وصفات كتير جدا للبيتزا قبل كده، تقدروا تتفرجوا على الفيديوهات وتكرروا. كان عندي شويه جبنه شيدر كده في التلاجة، مش لاقيين حد ياكلهم، فقلت خلاص اقطعهم مع الموتزاريلا، هتبقى لطيفه. وشويه من الموتزاريلا من فوق بالشكل ده. دخلت الفرن بقى درجه حراره 180، اخدت ربع ساعه بالظبط. وبتطلع معاكي احلى بيتزا خطيره ناجحه جدا وطعمها فعلا حلو. جربوها وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد وقصه جديده. باي باي.